اسمعني كويس جدا. لو قناتك على اليوتيوب بقت شبه ميتة، المشاهدات قليلة والتفاعل شبه معدوم، أو حتى الفيديوهات القديمة بتاعتك اللي كانت بتجيب 1000 مشترك دلوقتي بالعافية بتجيب 100، فأنت مش لوحدك. ده بالعكس، ده في 80% من صناع المحتوى على اليوتيوب في 2026 بالذات. بس المشكلة الحقيقية مش في القناة، المشكلة في الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها. في الفيديو ده هقول لك ليه قناتك وقفت فجأة، وازاي ترجع خوارزمة اليوتيوب تشتغل عندك من تاني، وازاي تزود المشاهدات حتى لو قناتك ماتت وبقالها شهور. وأهم 7 أسرار بيستخدمهم صناع المحتوى الكبار مش بيقولوا لحد عليهم. ركز معايا للنهاية، لأن أول خطوة تقع فيها بعد الفيديو ده ممكن يخليك ترجع لنقطة الصفر من تاني. ليه قناتك ماتت أصلا؟ أنا أقول لك الحقيقة بدون تجميل. يوتيوب مش بيكره القنوات القديمة، لكن بيكره القنوات اللي بتبطل تقدم محتوى اهتمام للمشاهد. وده بيحصل بسبب 4 أسباب رئيسية. السبب الأولاني انخفاض معدل النقر، يعني الناس مش بتضغط على الفيديو بتاعك حتى لو ظهر ليهم. السبب التاني ضعف الاحتفاظ بالمشاهد. المشاهد بيخرج أول 10 أو 20 ثانية من الفيديو بتاعك، لان انت ساعتها مش بتقدم حاجه في اول الفيديو، فعشان كده المشاهد عندك بيخرج. السبب الثالث عدم الاستمراريه. يوتيوب ما بيحبش الناس اللي بترفع فيديو كل 3 او 4 شهور. ما تجيش ترفع فيديو كمان 3 شهور ترفع فيديو تاني وتقول انا الفيديوهات عندي ما بتجيبش مشاهدات. اليوتيوب بيحب ان انت ترفع باستمرار. ففي لو في فيديو عندك جاب 5 مشاهدة، في فيديو تاني بيجيب 30. مع الاستمرار بتبص تلاقي المشاهدات عندك بتزيد. لكن ما ترفعليش فيديو كل شهر ولا شهرين وتقول لي المشاهدات عندي واقفة. لا بالعكس، ارفع باستمرار. السبب الرابع محتوى مكرر او غير جذاب. نفس الافكار القديمة اللي المشاهد زهق منها. يعني ما تجيبش من حد فيديو قديم وتيجي تعمله بطريقتك انت وتقول نفس الكلام اللي هو بيقوله. لا، غير كذا صيغة في الكلام بحيث ان هو يجي للمشاهد ويشوفه، يحس ان في فكره من عندك، انت في فكره من عندك بتقدمها او معلومه زياده في الفيديوهات اللي انت بتعملها. الخلاصه، اليوتيوب بيقول لك بشكل غير مباشر انا مش هوزع فيديوهاتك لو الناس ما بتتفاعلش معاك. ازاي بقى ترجع التفاعل بتاعك من تاني؟ دلوقتي ركز جدا، وده اهم خطوه في الفيديو كله. اول حاجه لازم تعملها، اعمل اعاده تشغيل للقناه ومش اعاده نشر. يعني ايه؟ يعني ما تفكرش انك لازم تمسح القناة، انت بس هتغير طريقة تفكيرك في المحتوى. ابدأ اسأل نفسك، ايه الفيديوهات اللي الناس فعلا بتدور عليها دلوقتي، وايه الترند اللي اقدر اقدمه باسلوبي. اختار فيديو يكون عندك جايب مشاهدات من فترة وارجع اعمله بنفس الصيغة، وغير العنوان وغير الصورة المصغرة. موضوع قوي في الفيديو دوت. اعمل هوك في اول 30 ثانية او اول 20 ثانية، مش مشكلة. اهم حاجة ان الهوك دوت يخلي المشاهد يكمل الفيديو بتاعك. يوتيوب دلوقتي بيعتمد على حاجة واحدة، هل المشاهد هيكمل الفيديو بتاعك؟ فلازم تبدأ الفيديو بسؤال قوي او مشكلة حقيقية او صدمة. مثلا، اهلا بكم في الفيديو النهاردة هنتكلم عن ليه فيديوهاتي مش بتجيب مشاهدات حتى لو محتوايا جامد. يوتيوب بيشتغل بنظام بسيط جدا. لو الناس ضغطت على الفيديو او كملت فيديو للاخر، فكده اليوتيوب هيرشح قناتك لكذا شخص، وساعتها الفيديو بتاعك هيجيب مشاهدات كتير. وهنا بقى اسال نفسي اعمل ايه. اقوم واخد العنوان بتاع الفيديو بتاعي اغيره، اخلي فيه فضول او اخلي فيه مشكله او وعد. مثلا، نصيحه لزياده المشاهدات: ليه فيديوهاتي بتفشل؟ الحقيقة اللي محدش بيقولك عليها. وحاول تغير الصورة المصغرة بتاعتك، لأن الصورة المصغرة بتاعتك هي الفيديو بتاعك. بمعنى أصح، لو الصورة المصغرة بتاعتك جذابة فالمشاهد هيتك على الفيديو من غير حتى ما يقرأ الكلام اللي عليها. وحافظ على سرعة الفيديو، حاول كل 10-15 ثانية ما تطولش في شرح واحد. حاول تغير كل 10-15 ثانية المشهد بتاع الفيديو بتاعك. نتائج حقيقية، امشي على الخطة دي وشوف فيما بعد المشاهدات بتاعتك هتكون عاملة ازاي. اهتم بكل اللي انا قلت لك عليه ده، وشوف المشاهدات بعد كده هتقوم عاملة ازاي. شكرا جدا، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، وهيطلع قدامك فيديو دلوقتي
ازاي تتعلم ترفع فيديو على اليوتيوب، نفس الوقت تظبط الوصف بتاعك والصورة مصغرة ازاي تعملها. شكرا جدا.